وتحس ان مامتك فعلا طنط فعلا هي اللي عامله الطبق ده. شوف انا امك بقالي قد ايه اللي عمرك ما قلت لي يا طنط. ازيكم؟ ما ينفعش اشرف عبد الباقي يفتح مطعم واحنا ما نجربوش. يلا بينا نجرب مطعم طنط. ام ربيع اللي بتشتري وتبيع. طلبت حاجات كتير من طنط، مش محتاجه اقول لكم ان الاسعار غاليه جدا. يلا بينا. بس الحاجه ريحتها حلوه بصراحه. انا جايبه شوربه وملوخيه بس هندوقها كده في وسط الاكل. تعالوا نشوف اول طبق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول حاجه طبق مشويات ميكس ب 250 جنيه، في 3 صوابع كفته و3 حتت كباب وحتتين فيليه مشوي. بسم الله. الكفته جودتها متوسطه، يعني فيها شويه شغل كده على شويه حركات، لكن طعمها حلو بصراحه ومتبله حلوه قوي. حس بطعم الملح والفلفل الاسود، بهارات اللحمه، سنه حبهان، البقدونس. بسم الله. ده الفيليه. الفيليه هو ريشه وخاليينها من العظم، طري ولذيذ. ليه بقى ما جربتش الاكل في المطعم؟ عشان في سير كده بيلف عليه الاطباق، ولكن دي اطباق سلطه للسلطه بس، لكن انت قاعد في المطعم بيجيلك الاكل في اطباق عاديه على الترابيزه بتاعتك عادي. فما حسيتش ان الموضوع يعني ايه، خلينا في البيت مع بعضينا كده احسن. فالسير ده عليه اطباق سلطه بس، فانا طلبت السلطه في البيت عادي يا جماعه، يعني سهله. دي سلطه طحينه وجايبه كمان توميه، دي بره الحساب يعني بفلوس تانية. تعالوا ندوق كده الكباب نشوفوه. الطحينه حلوه، طعم الطحينه المعروف اللي احنا عارفينه عند الكبابجيه من زمان. الكباب طري، وطبعا يعني التتبيله برضو اللي هي ملح وفلفل ميه بصل، حاجه كده على الهادي، وطعم البقدونس برضو. تعالوا نشوف الكبير ده ايه الحاجه العظيمه دي. ورقه اللحمه ب 240 جنيه، يعني شكلها متعوب عليها صراحه. معاها رز ابيض وشويه ورق عنب وشويه بطاطس. نفتح بالراحه كده. طيب تعالوا نشوف ورقه اللحمه اولا كده. كميتها كبيره، هي ملفوفه زي على بطاطس كده. طيب هي لحمه شرايح. بسم الله. ندوق البطاطس، ندوقها مع الرز الابيض كده عشان نعرف بقى ايه الطعم كله. ورق العنب والبطاطس المحمره. ندوق التوميه بقى بالمره. انا مش عارفه ليه بس علب السلطه كبيره قوي زياده عن اللزوم. موضوع كبير كبير كبير. التوميه حلوه، طعمها مايونيز على توم. بصوا بقى، هي عباره عن شرايح لحمه، بس ايه، هي مش طريه قوي، هي بتشد سنه لكن لسه طعمها حلو. واخده بصل وجزر وبطاطس وخضار اللي هو بقدونس وكزبره وحاجات زي كده. فيها تابل بس كتير شويه، متهيألي انه جوز الطيب مثلا. هي مش محطوط فيها طماطم، اعتقد انها مش محطوط فيها طماطم خالص، لان لونها ولا طعمها بيدل على ان فيها طماطم. طعمها حلو بس مش احسن ورقه لحمه ممكن تاكلها في حياتك، يعني البطاطس اللي فيها بصراحه دايبه وطعمها جميل. ده رز ابيض ساده خالص، والمحشي ورق عنب لذيذ. الخلطه بتاعته محشي اللي احنا عارفينه. تحس ان مامتك فعلا طنط فعلا هي اللي عامله الطبق ده. شوف انا امك بقالي قد ايه اللي عمرك ما قلت لي يا طنط. والبطاطس بتلمع كده ومنوره. نيجي بعد كده لهذا الطاجن، المكرونه البشاميل. سلام بقى على المكرونه البشاميل في الطاجن. المكرونه البشاميل دي ب65. تعالوا ندوق طعمها كده. فيها ورق لورا. انا احب المكرونه البشاميل الغنيه. المكرونه البشاميل مظبوطه، هي زياده ملح بس سنه، لكن الملح ده ما نعتبش عليه، ممكن يظبط مره يبوظ مره مش مشكله. لكن هي كريميه قوي. البشاميل نفسه طعمه حلو وكريمي. اللحمه طعمها لذيذ كانها لحمه بيتي.
يعني انا لو رحت المطعم احب اطلب المكرونه البشاميل دي، لان هي الستاندرد المعروفه اللي احنا عارفينها. نيجي بقى الحاجه اللي قبل الشرب، اللي المفروض ان الشرب والملوخيه نبدا بيها. لا انا عندي بقى اعمل اللي انا عايزاه، ما بتقيدش انا بحاجه. انا محدش يتوقعني. ده بقى السجق. انا كنت المفروض عايزه كبده اسكندراني، بس هم قالوا لي لا والله ما عندناش كبده اسكندراني، خدي سجق بدل. قلت لهم ماشي هات السجق. بس هما بقى مش باعتين لا عيش ولا مش بعدين يعني اكل السجق طب بايدي ولا حاجه، ولا اجيب عيش من عندي حق، يعني مش هينفع. بسم الله. حلو السجق. السجق طعم، تحس محبش كده، فيه توم وبصل وتوابل وحاجه ضاربه كده جامد. لكن هي برضو ايه، تحسه اقرب للسجق اللي بيبقى معمول في سندوتشات الكبده والسجق، فاهمين؟ يعني عايزه اجيب صباع فينو دلوقتي واحط عليه الطحينه، هيبقى سندوتش كبده وسجق هايل، او سندوتش سجق هايل. يعني هو معمول في الطاسه مش مشوي، ومحطوط عليه فلفل الوان بس مش محطوط عليه بصل، جوسي وحلو زي ما قلت لكم كده. عايز صباع فينو اقرب منه للعيش يعني. وتحس ان هو معمول في البيت برضو كده يدوي كده، مامي او طنط عاملينه. اخر حاجتين بقى اللي ما ينفعش اروح عند طنط يعني وما ادوقش الملوخيه، فجبت واحد ملوخيه وواحد شوربه طماطم. انا اول يعني مره اشوف شوربه طماطم في منيو، فقلت ليه لا نجربها. برضه كنا عايزين عيش عشان ندوق الملوخيه، ولكن مفيش مشكله ندوقها بالايد بالمعلقه. ملوخيه ايه تقيله شويتين لكن طعمها جميل. طعم الكزبره باين فيها قوي، والطشه كده جامده كده بتتكلم. تعالوا ندوق مع بعض بقى شوربه الطماطم، ودي اخر حاجه هندوقها مع بعض النهارده، واقول لكم بقى ايه اكتر حاجه عجبتني. شوربه طماطم، توميتو سوب، صلصه يعني تسبيكه دمعه. لا دي معموله بطريقه مختلفه تماما عن الصلصه او التسبيكه، مش احسن حاجه في الدنيا. كان في ناس بتحب طعم الطماطم ده، طعم الطماطم المضروبه في الخلاط، مش عارفه اوصفه لكم ازاي. مضروبه في الخلاط ومش متسبكه قوي، اقرب لطعم صلصه الحمص الشام بس من غير ليمون. شفتوها؟ عرفتوا شلون؟ ماشي. اكتر حاجه عجبتني النهارده عند طنط ميكس المشويات لذيذ، السجق برضو لطيف، المكرونه البشاميل حلوه، الملوخيه لو انا من محبي ان انا اروح اكل الملوخيه في المطعم برضو لذيذه. ورقه اللحمه شويه عليها تحفظ في الطعم، لكن ممكن حد تاني يحب الطعم ده. وبس كده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكمان شير، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات لان بحبه جدا جدا. جربتوا المطعم ولسه عايزين تجربوه؟ لو بتشوفوني على الفيسبوك اعملوا لي متابعه، لو بتشوفوني على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب في القناه. بس اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.